كنت بستغرب لو حد الاقيه بيعمل فيديو بقاله كتير ما عملش فيديوهات ويقول ايه وحشتوني. لا بصراحه بجد والله وحشتوني ان انا اعمل فيديوهات. بس هي زي ما قلت لكم قبل كده والله بتبقى ظروف يعني، بس الله المستعان يعني ان شاء الله. خير باذن الله. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. وتعالوا كده نعمل فيديو سريع عن العبور، حبيبتنا كلنا، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. وتعالوا ايه نشوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم سمير صلاح من قناة عم بندق مصدق. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. النهاردة الحد 9/4/2023، والنهاردة 18 رمضان 1444. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. وحشتونا جدا والله، فعلا ببقى مفتقد ان انا اعمل فيديوهات، بس هي الظروف بقى الحمد لله. النهارده نعمل فيديو سريع كده برضو عن العبور، حبيبتنا كلنا. احنا كده في الحي الثامن. ده امتداد خط 10، هم بيقولوا عليه خط 10 لغايه الاخر، لكن هو امتداد خط 10. ودي طبعا ايه عمارات الشركه السعوديه اللي على يميننا دي، او زهره العبور. طبعا عملنا عليها فيديو قبل كده. النهارده هنبص بصه كده على المنطقه كده، فيها مولات جديده. الحي الثامن وتعتبر في اول الحي الثالث يعني. مولات جديده ما شاء الله، الدنيا اتطورت هنا جدا. ومحلات ومولات والدنيا بقى فيها طفره جامده. ونبص بصه برضه على الحي الرابع، لان في ناس كتير كلمتني عليه. وهو برضه الحي الرابع ما شاء الله في تطور دائم ومستمر. في اماكن كتير فيه دخل فيها الغاز، فالدنيا اتسفلتت وبقت جميله. وطبعا اللاند سكيمنج بقى، الجناين والتشجير والكلام ده. ماشي كده. اللي على يميننا دي طبعا جنه العبور، عارفينها طبعا كويس وعملنا لها فيديوهات. ده كده زي ما قلت لحضرتك. اللي على شمالنا ده الاسكان العائلي والعائلي السياحي، اهالي طبعا. ودي اللي على اليمين دي مستشفى بتتبني جديد، مستشفى العبور. مستشفى عام. ماشي. دي اللي بتتبني بقى لها كام سنه صراحه، بقى لها كتير بس لسه ما خلصتش برضو. المنطقه اللي جايه دي بقى اللي بقول لحضراتكم عليها، على الشمال هنا طبعا مدرسه طاهر ابو زيد الاسلاميه الخاصه. ماشي. برضو الاسكان العائلي. والمنطقه اللي جايه دي بقى بص حضراتكم اللي هي ايه، هنخش نبص بص عند البنزينه. دي بقى المولات الجديده اللي بقول لحضراتكم عليها. المولات هنا ما شاء الله فتحت كذا مول ومحلات كتير. اوريكم بس الحته اللي هي عند البنزيمه هنا، طبعا بنزيمه وطنيه اهي. دي برضو بقى لها كام سنه يعني، مش كتير برضو، ولا سنتين ثلاثه او يمكن اكتر. ده كده الحي الثالث. ماشي كده. يعني احنا الحي الثامن اللي على يميننا ده، وده كده الايه، ده كده اول الحي الثالث وظهر نادي سيتي كلاب والكلام ده. ماشي. طبعا المناطق اللي لسه ما اتسفلتتش دي بيبقى لسه الغاز ما دخلش فيها. ودي بنزيمه وطنيه اللي بتاعت الحي الثامن. عندنا طبعا وطنيه هنا في العبور، الحي الثامن والحي السادس والحي الثاني. ماشي كده. فدي بصوا بقى حضراتكم المولات اللي فتحت هنا بقى، فيها كل حاجه هنا ما شاء الله. المولات عملت طفره كبيره. في حد موتوسيكل وقع بالعربيه، حد خبطه تقريبا. خير ان شاء الله. بصوا حضراتكم دي المولات. نطمن الاول على الشاب ده، تقريبا خبط في العربيه اللي ماشيه دي، بس خير الحمد لله، محدش حصل له حاجه. المولات اللي بقول لحضراتكم عليها، احنا هنا الحي الثامن، وده ايه اول الحي الثالث. اطمنا على الشاب الحمد لله، ما فيهوش حاجه. خير الحمد لله. ودي المولات اهي. طبعا في مولات لسه جديده بتتبني، وفي مولات اتبنت وخلصت، ومحلات فتحت كتير. طبعا يعني المحلات هنا طبعا كذا سوبر ماركت وجزار وكبابجي وفرنة عيش وصيدليه وحاجات كتير ما شاء الله. المهم هنا الطفره دي بقى حصلت بسبب المولات طبعا. المولات دي عامله حركه كويسه جدا. بالليل بتبقى زحمه جدا. هصور لكم، اعمل لكم فيديو عليها بالليل ان شاء الله برضو. ماشي. عايز بس اوريكم المنطقه دي. المولات بقت كتير هنا جدا ما شاء الله. على شمالنا هنا بوابه 8 بتاعت جمعيه عراب اللي هي اخر واحده. وعايز اوريكم برضو الموقع هنا من نادي سيتي كلاب. ده طبعا دي الدخله بتاعت الحي الاول. دي الدخله اللي بتودينا على الحي الاول، وبتودينا على ايه، على نادي سيتي كلاب نادي الاطباء اللي هو كان بيقول على نادي الاطباء. طبعا ده ارض فاضيه، بس طبعا دلوقتي بقى ايه، بقى تبع البريد اشترت البريد. الهيئه القوميه للبريد اشترت الارض ده اللي هو نادي الاطباء. ماشي. اوريكم بس نادي سيتي كلاب الموقع من هنا فين. ده كده مسجد مالك الملك. احنا كده في الحي الثالث اهو. هنلف ونرجع تاني عشان اوريكم مكان جميل في الحي الرابع، جنب كومباوند جاردينيا.
بس اوريكم الموقع بتاع ايه، بتاع نادي سيتي كلوب. ادي مسجد ملك الملك، وادي نادي ايه سيتي كلوب. سيتي كلوب اهو، في مدخل من هنا بتاع الاعضاء يمين، وفي هنا باركنج الناحيه التانية تبع النادي. فده ايه، ده الموقع بس بتاع النادي من المكان اللي انا بقول لكم عليه. ده كده الحي الثالث، ونخش من هنا على ايه، على الحي الرابع. هوريكم مكان هنا برضو جميل، بس خلينا نخش من خط 10 عشان انا عايز اوريكم الطريق من خط 10. او خلينا نخش من هنا احسن، وبعدين اطلع لكم من هناك على خط 10. خلينا نخش من هنا احسن، معلش نلف الصينيه تاني. ده مسجد ملك الملك وده سيتي كلوب اهو. خلينا نلف من هنا احسن عشان عايز اوريكم المكان من جنب جاردينيا، كومباوند جاردينيا. وفي جاردينيا برضو المول فتح بتاع الكومباوند، برضو عمل حركه شويه في الايه، في المكان يعني. ده واحد جاي بسرعه بيتكلم في التليفون، فلازم تقف له على طول عشان مبقاش مركز اصلا في السواقه. بصوا اهو رجع تاني دخل يمين. ماشي. زي ما بقول لحضراتكم، المنطقه ما بتبقى مش متسفلته كده، بيبقى لسه الحته دي ما دخلش فيها الغاز، او لسه داخل، زي مثلا يعني المطبات اللي بالعرض دي كده، يبقى الغاز لسه داخل بس لسه ما سفلتوش. ماشي. فيبقى دي المرحله دي ايه، المرحله الجايه هيبقى سفلته الشارع ده. طالما الحفر اللي بالعرض دي كده، يبقى الغاز دخل، ويبقى خلاص احنا كده ايه، داخلين على السفلته ان شاء الله. والحي الرابع اتسفلت، هوريه لكم دلوقتي. ما شاء الله حاجه جميله جدا يعني. احنا كده دخلنا من الحي الثالث على الحي ايه، على الحي الرابع. كده احنا داخلين، شفتوا حضراتكم من عند سيتي كلوب ومسجد ملك الملك، دخلنا كده على ايه، على جاردينيا. هوريكم برضو المول اللي فتح بتاع جاردينيا، بقى له فتره برضو، بقى له كام شهر، وعمل حركه هنا كويسه. المطبات بقى هنا معلش هتخشوا بقى الحته النظيفه على كده اللي هي دخل فيها الغاز وبعد كده اتسفلت. ادي المول ماشي، وادي جاردينيا كومباوند اتكلمنا عليه قبل كده كتير. وادي المول ابتدى يحرك المنطقه ويخدم هنا شويه ايه، شويه يعني عمارات وفيلات. ده المول اهو. بصوا بقى حضراتكم، هنخش على الحي الرابع. ده كده اللي قدامنا ده خط 10 ماشي. هدخلكم على خط 10، بس في حته في مكان كده عايز اوريه لكم. الفرق بقى بين الايه، بين المنطقه اللي اتسفلتت والمنطقه اللي لسه ما اتسفلتتش. بصوا حضراتكم، ده كده دخلنا على الاسفلت. ده جاردينيا اهو برضو اللي على يميننا، والمول. وخش بقى على الحي الرابع، منطقه جميله جدا هوريها لكم. مناطق كده في العبور كتير يعني، في مناطق كده في العبور كتير، في ناس حتى لما بتشوفها بتنبهر يعني. فخلينا نخش كده، احنا كده في الحي الرابع اهو. بصوا بقى على الفرق في الايه، المنطقه اللي اتسفلتت واتعمل لها تشجير او لاند سكيبنج. بص المنطقه بقى بتبقى عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا حضراتكم، دي منطقه ايه في الرابع. بصوا الجنينه الكبيره دي اللي قدام الفيلات، عامله منظر جميل. وهنا الفيلات طبعا بقت ايه، بقت حاجه تانية. ادي كده اهو، شايفين كده الفيلات، وما شاء الله المنظر جميل، التشجير، المنظر رائع. ده كومباوند جاردينيا. وادي المنطقه اللي بقول لحضراتكم عليها، منطقه جميله جدا. بس حضراتكم تبص على الجنينه الكبيره دي والاسفلت، فرق شاسع بقى بين لما المنطقه تتسفلت وتكون لسه ما اتسفلتتش. فهم بيكملوا بقى الحي الرابع ماشي. ادي كده لما نطلع بقى من جاردينيا الحي الرابع اهو، نطلع من هنا كده خط 10 قريب مننا جدا، بنلف من هنا كده. بس حضراتكم تخش شمال. بصوا المنطقه جميله ازاي. الجنينه دي برضو هنا اهو، منطقه برضو فيها جنينه كبيره اهي، بتخلي المنظر غير. فاحنا خرجنا من هنا اهو، من عند جاردينيا والمول والمولات الجديده، نخرج كده شمال في يمين نلاقي نفسنا في خط 10. فالمنطقه دي برضو جميله وخدميه، خدماتها حلوه، قريبه من المولات الجديده، وفي نفس الوقت قريبه من خط 10. خط 10 استراتيجي جدا، يطلعك على اي حته في العبور وبره العبور. قريبين طبعا هنا من الطريق الاوسطي، قريبين من طريق بلبيس الصحراوي والعبور الجديده، والاقليمي برضو مش بعيد. فهنا بقى بصوا حضراتكم خط 10. لو دخلنا شمال كده نروح على بوابه 8، يمين بوابه 7. زي ما حضراتكم عارفين بقى الايه، موضوع خط 10 احنا صورناه قبل كده. فدي خط 10. حاجه مهمه على خط 10 بقى لجيراننا وحبايبنا اللي في العبور، طبعا في ناس كتير عرفت بقى في رادارات ماشي. للسرعه هنا 80
ماشي سرعه 80. هي كانت 60 بصراحه وبعدين خلوها 80. وبعد كده ايه الرادارات بقى راكبه طبعا، في كذا رادار. فنخلي بالنا واحنا ماشيين في خط 10 يا جماعه. شوف خط 10 بقى جميل ازاي، الاسفلت بقى والنظافه والرادارات. والله الرادارات برضو كويسه، لان الناس بصراحه بتجري، في ناس بتجري سرعات جنونيه، وطبعا بتأدي في الاخر لا قدر الله الحوادث، وفي ناس بتتأذي يعني. فخلينا ايه نشجع موضوع الرادارات، لانه طبعا بصراحه بيقلل من السرعات العاليه والناس بتخلي بالها، وباذن الله يعني الحوادث بتقل يعني. ماشي. فممكن ايه اوريكم، بصوا حضراتكم هوريكم واحد من الرادارات. احنا ماشيين في خط 10 اهو، داخلين على ايه، على بوابه 7. طبعا نخلي بالنا من السرعه، انا ساعات بسرح برضه، انا كده ماشي 80 اهو. بصوا حضراتكم الرادار اهو، ده واحد من الرادارات اهو عشان نخلي بالنا. بصوا ده كده رادار اهو، ماشي. فنخلي بالنا وربنا ان شاء الله يستر طريقنا جميعا. عايز بالمناسبه دي طبعا كان في الاستاذ يوسف نبيل، قناه كل شبر في مصر والعالم. كان استشهد بالقناه بتاعتي يعني على الفيديوهات. كان هو بيتكلم ما شاء الله، قناته جميله، بيتكلم على الخرائط بقى والاماكن وكده. فمن ضمن الحاجات اللي اكتشفتها قدرا كده يعني انه كان بيتكلم على العبور، واستشهد بالفيديوهات بتاعتي. صراحه كتر خيره طبعا، راجل محترم، وانا شكرته في الرسائل. استاذ يوسف نبيل، قناه كل شبر في مصر والعالم. فبحب اشكره بس، واحب اقول له تنور القناه بتاعتنا في اي وقت ان شاء الله. عم بندق مصدق لكل الناس. بس فبالمناسبه حبيت اشكره يعني. ده كده احنا داخلين على ايه، خط 10، وداخلين على بوابه 7 على شمالنا ايه. والمسجد الكبير ده مسجد التوحيد. ماشي. يمين كده برضو يدخلنا على ايه، على الحي الرابع وعلى الحي الثالث، ويدخلنا برضو على ايه، على الحي الاول من عند المحكمه كده، او اللي هي كان مبنى الكهرباء القديم. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، وان شاء الله الفيديوهات تتوالى باذن الله، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في فيديوهات تاني ان شاء الله. مش هتاخر عليكم باذن الله ان شاء الله. ربنا يقدرنا كده ونعمل لكم فيديوهات باذن الله كتيره، ونخدمكم ان شاء الله في الموضوع دوت. واللي عايز اي حاجه طبعا يسالني، انا تحت امركم على العبور او غيرها باذن الله. ربنا يجعلنا سبب في الخير للجميع ان شاء الله. دي بوابه 7 اللي على شمالنا هي بتاعت جامعه عرابي، وده مسجد التوحيد، ده برضو الحي الرابع. ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله في الفيديوهات الجايه. كان معكم اخوكم سمير صلاح من قناه عم بندق مصدق، وكل عام وانتم بخير. اشوفكم على خير، سلام عليكم.